كانت الجماهير الكويتية ترى بصيصا من الأمل قبل لقاء الأزرق أمام أوزبكستان في التأهل إلى الدور الثاني من النهائيات الآسيوية، إلا أن هذا الأمل اقترب من التلاشي بعد خسارة الكويت في ثاني لقاءاتها. والله منتخب الكويت أدى أداء قوي الصراحة، وكفوا عليهم يستاهلون الصراحة. المباراة الأولى راحت منا ما يخالف، بس المباراة الثانية أدوا عليهم زيادة. وأدى اللي عليهم، ما قصر صراحة، ما قصر، وفي أمل، للحين في أمل إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله تحصل معجزة إن شاء الله ويعدي الدور الثاني بإذن الله. بصراحة يعني هم أدوا اللي عليهم، بس الفرص اللي ضاعت المفروض يكون فيه اهتمام أكثر من اللازم. المفروض يعني يكون فيه اهتمام. يعني الواحد أقسم بالله يعني متضايق وزعلان على اللي حصل ده بصراحة، على الفرص اللي عدت من منتخب الكويت، وده حرام. والله هالشيء هذا صراحة يحزن الجميع، جميع الكويتيين حزانة بالموضوع هذا. أي نعم، المباراة الأولى كانت فيها أخطاء تحكيمية وكذا، بس ما يمنع أن مباراة اليوم المدرب أخطأ في بعض الشغلات. تبديلات غوران بإدخاله لاعبين لأول مرة بالتشكيلة التي شاركت أمام أوزبكستان، بعض الجماهير يراها خاطئة والبعض الآخر يراها صحيحة 100%، ولا بد أن تكون من المباراة الأولى. والله ما قصروا الشباب، بس في غلطة من المدرب انه يلعب يوسف ناصر واحمد عجب موجود. المفروض انا خسران خلاص ادخل 3 هجوم، العب هجوم. اشوف لما لعبوا خذوا سووا شيء ما حد سواه، وان شاء الله الجايات اكثر. واقول هارد لكم، لان احنا من كاس الخليج واحنا على نفس التشكيله، نفس التشكيله بالضبط. خساره ما يتغير اي شيء، يقعد يلعب بالدفاع، مهاجمين ماكو. انت لو تلاحظ يمكن 3 مهاجمين الموجودين على دكه الاحتياط ما في غيرهم. اخر 5 دقائق يمكن شفتوا احمد عجب، بس ماكو اي شيء، ماكو اي احد. فهد العنزي طاح مستواه، وحمد نفس الطريقه. حمد يلعب الشوط الثاني اخر الدقائق، يعني هم غلط. انت تبي تفوز، ليش تدش المباراه تلعب دفاع؟ المفروض تلعب مهاجمين. الشباب والله ما قصروا اليوم بصراحه، يعني لعبوا واجتهدوا، بس ما كانش في نصيب، لان الفرص اللي ضاعت يعني اكثر من حوالي 4 أهداف مؤكده. بس سبحان الله هم هجمتين مرتدتين، يعني سبحان الله سبحان الموفق. حزن كبير طغى على كل من شاهد اللقاء، ولسان حال الجماهير الكويتية يقول: يا حساف عليك الأزرق. حسرة كبيرة من الجماهير الكويتية بعد الخسارة الثانية للأزرق من المنتخب الأوزبكي، رغم الرضا التام عن الأداء الرجولي للاعبين. عبد الله الأنصاري، منطقة الرقعي، لبرنامج ملعب الوطن.